سوف نتعرف في هذا الجزء على كيفية استخدام معالج الاستعلام Find and Match Query Wizard للبحث عن السجلات غير المتطابقة. وفي الجزء السابق تعرفنا على كيفية إنشاء استعلام لعرض جميع السجلات الخاصة بجميع العملاء بغض النظر عن قيامهم بطلب طلبيات أم لا، وذلك عن طريق إنشاء رابطة من النوع Left Outer Join من الجدول Customers إلى الجدول Orders. فإذا أردنا على سبيل المثال عرض أسماء جميع العملاء الذين لم يقوموا بإجراء أي طلبيات، نضغط على المفتاح New من شريط الأدوات الخاص بالنافذة Database، فيظهر المربع الحواري New Query، فنختار معالج الاستعلام Find and Match Query Wizard، ويستخدم هذا المعالج لإنشاء استعلام يعمل على إيجاد السجلات الموجودة في أحد الجداول والتي ليس لها سجلات مرتبطة بها في الجدول الآخر. والآن نضغط على المفتاح OK، فيظهر المعالج Find and Match Query Wizard، ومن هذا الجزء نختار الجدول الذي نريد إظهار السجلات الخاصة به والتي ليس لها سجلات مرتبطة بها في الجدول الآخر الذي سنقوم باختياره في الخطوة التالية. فنختار الجدول Customers، ثم نضغط على المفتاح Next، ونختار الجدول الثاني من هذا الجزء وهو الجدول Orders، ونضغط على المفتاح Next للانتقال إلى الخطوة التالية. ومن هذه الخطوة نقوم بتحديد الحقل المشترك الذي يستخدم للربط بين الجدولين وهو الحقل Customer ID. في هذه الحالة فنلاحظ أن الحقول Customer ID مختارة في الجدولين كوضع افتراضي، وذلك نظرا لأننا قمنا بإنشاء علاقة من النوع One to Many بين هذين الجدولين من قبل. فنضغط على المفتاح Next، ومن هذه الشاشة نحدد الحقول التي نرغب في إظهارها داخل الاستعلام، فنضيف الحقول Customer ID و Company Name إلى قائمة Selected Fields، ثم نضغط على المفتاح Next، وندخل اسم الاستعلام في هذه الخانة أو نترك الاسم الافتراضي بدون تغيير، ونضغط Finish، فيتم تشغيل الاستعلام، ويظهر ناتج الاستعلام داخل طريقة العرض Data Feed View، وهو عبارة عن أسماء العملاء الذين لم يقوموا بإجراء أي طلبيات. وبإغلاق هذه النافذة نلاحظ ظهور الاستعلام الجديد الذي قمنا بإنشائه داخل قائمة الاستعلامات.